لما الطبيب يقولك إن بعد كورس الأنتي بايوتكس أو المضاد الحيوي إنك تاخد كورس بروبايوتكس، ما تستهترش وتاخده، لأن المضادات الحيوية بتقضي على البكتيريا الضارة ومعاها البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء كمان. وزي ما انتوا عارفين إن الميكروبيوم أو البكتيريا النافعة هي دي اللي بتتحكم في مناعتك ومودك وصحتك كلها. وحتى لو مش هتاخد البروبايوتكس في شكل كبسولات، يبقى تاخدها من مصادرها الطبيعية زي الزبادي أو الكefir أو الجبن المتخمرة زي الجبنة الجودة أو التشيدر أو القريش والكيمشي، وده مخلل الكرنب أو أي نوع من مخلل معمول في البيت بدون إضافة خل. أما البريبايوتكس هي الألياف اللي بتتغذى عليها البكتيريا النافعة زي الخضروات والفاكهة، وخصوصا الموز والتفاح، الخرشوف والبصل والثوم وكمان الشوفان. ما تستهونش وزود مناعتك بعد كورس الانتيبيوتكس وخد بروبايوتكس. مع ABC تغذية، تعلم تغذية تكسب صحتك.